لكم الكلمة سيدنا النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، إن الوضعية الصعبة التي تجتازها العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تدعو للتساؤل عن الاستراتيجية الكفيلة بتتبع ومواكبة هذه المقاولات وإنقاذها من الإفلاس. السيد الرئيس، السادة النواب، أظن أن هناك محورين مختلفين وعلى أي نقد نجاوب عليهم. أولا فيما يخص الحفاظ على المقاولات نقولوا وحمايتها من الإفلاس، خاص يكون تشخيص على الأسباب اللي كتؤدي لهذا الإفلاس، على أي فإن الرقم ديال هذه الشركات اللي كتعاني من الإفلاس خاصنا نربطوها بعدد الشركات اللي كتخلق، واليوم كاين ارتفاع في هذه الشركات، وبالطبع كيعني بأن كاين ارتفاع كذلك في هذا الرقم ديال الشركات الافلاس. واحد الافه اللي كتعاني منها معظم هذه المقاولات هو مشكل ديال اجل الاداء، والقانون الجديد مكننا وراه كاين ارقام اليوم مهمه جدا بان رجعت هذه الديناميه باش ما تبقاش مشكل السيوله في هذه الشركات. كاين كذلك كل الدعم اللي كنجيبوه في الضمانات ديال التمويلات، لانه مشكل كتعاني منها هذه الشركات. فشركه تمويلكم اليوم عندها عدد ديال العروض وماشيه في هذا الطريق ديال اعطاء هذه الضمانات لهذه الشركات باش يكون لها كذلك حق التمويل اللي غيمكن من الاستثمار، لانه اهم حاجه. وشفنا اليوم كاينه واحد الديناميه جديده في الاستثمار. كاين كذلك الحق، وهذا كينطبق كذلك مع نقولوا تنافسيه المقاولات المغربيه. فالمرسوم الجديد ديال طلب العروض غيمكننا كذلك باش 30% المقاولات باش تستفد من المجهود الكبير اللي كتعملوا كذلك الدوله فيما يخص الاستثمار. غنخلي زميلي غيتكلم من بعد على ميثاق الاستثمار وكل ما كنقوموا به كذلك لتنافسيه الشركات. اظن ان الاصلاحات الكبرى اللي جينا بها كالاصلاح الضريبي من شانه انه يساعد على تنافسيه المقاولات، لانه كيعطي واحد الوضوح في الرؤيه، اضافه الى نقولوا البرامج الكبرى كتوفير الطاقات المتجدده اللي من شانها كذلك، لان ملي كنشوفوا التنافسيه ديال هذه الشركات كاين كذلك التكلفه ديال الطاقه، كاين كذلك المناطق العقار، وكاين اليوم تسريع بالمناطق الصناعيه. فنقولوا اليوم ان جميع المجهودات التنسيق بين البرامج الحكوميه من اجل دعم التنافسيه ديال الشركات المغربيه. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، إن الأرقام التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المفلسة أو على حافة الإفلاس مخيفة وتدعو للقلق باعتبارها المكون الرئيسي للنسيج الاقتصادي، بما يقتضي ذلك من ضرورة اعتماد برنامج استعجالي يستهدف مساعدة هذه المقاولات من خلال مواكبة دعم الاستثمار، الدعم التقني خاصة فيما يتعلق بالتسريع وتعميق التحول الرقمي، تطوير البحث والابتكار، تسريع الولوج الميسر للتمويل وتحسين شروطه بالنظر للعراقيل والإكراهات التي تواجهها في هذا المجال أمام الأبناق في غياب آليات الدعم والضمان، تحسين آجال الأداء المتعلق بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لتجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجه خزينتها، تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية بهدف تشجيع هذه المقاولات على تقديم عروضها ومنحها الفرص اللازمة والشروط المواتية لتنويع الإنتاج والرفع من منسوب الأداء ومواجهة تكاليف عوامل الإنتاج التي لا زالت مرتفعة والتي تحد من تنافسيتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية وخلق القيمة المضافة، وذلك حتى تتمكن هذه المقاولات من الانخراط فعلي في التحول. شكرا سيدنا النائب محترم.